اهلا بيكو. لو انت من الناس اللي بتشتري البلاي ستيشن بس علشان خاطر تلعب فيفا، او حتى عندك ابن صغير ما بيعملش حاجه غير انه بيلعب عليه، تعالى معايا النهارده اديك افضل 5 ترشيحات تلعب بيهم. يلا بينا، وعايزك تركز معايا في الترشيح الاول. اول لعبه معانا النهارده وهي رقم 5، لعبه اساسن كريد بكل اجزائها. لعبه اكشن وستيلز على حبه باركور وتنطيط وكميه تنوع رهيبه في الاجزاء بتاعتها، من اول الحضاره الفرعونيه لحد الزمن الحديث، وكل جزء في بلد غير التانية. عندك مصر، فرنسا، العراق، امريكا، الصين، زي ما قلبك ما يوديك وخيالك يحب. وصدقني انت علشان اول مرة تلعبها هتنبسط بيها جدا. الترشيح التاني رقم 4 معانا، وهي لعبة ممكن تلعبها مع ابنك او مع مراتك وهتبقى مسلية جدا جدا، وكانت الاولى من نوعها لما نزلت، وحاليا بقى ليها فان كبير جدا، وهي لعبة روكيت ليج. اللعبة عبارة عن عربيات في فريقين ضد بعض، كل واحد بيلعب علشان يجيب جون في التاني. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط، كوره بس بالعربيات. وهو برضو تبقى ما بعيدتش شويه عن الفيفا اللي انت جبت عشانها الجهاز. معانا بقى في الترشيح اللي جاي لعبه جميله جدا ومعروفه على مستوى العالم كله، وكانت عامله ضجه كبيره الفتره اللي فاتت، وهي لعبه من الالعاب الاونلاين اللي هتلاقي فيها كل انواع الناس، وهتلاقي فيها متعه مش طبيعيه. وهي لعبه كول اوف ديوتي. تنزل انت وصاحبك مع بعض او ضد بعض، تتفرج بقى على كميه الكوميديا والهبل والمتعه والتحدي اللي هتشوفها وانت بتلعب، وكل يوم هتتعرف على حد جديد، وبجد هترجع من الشغل تجري على الدراع زي المجنون عشان تلعبها. اما بقى للترشيح رقم 2، وانا عن نفسي بقدر اللعبه دي بشكل مش طبيعي بكل اجزائها. لو انت ما كنتش جيمر وابتديت بيها، صدقني هتكون مبسوط جدا وفي قمه سعادتك، وهي لعبه سبايدر مان. لو انت فان من عالم مارفل، صدقني هتحب القصه والجرافيك الرهيب واسلوب اللعب والستايل بتاع اللعبه كله، لدرجه ان انت هتقعد تلعب بالساعات في الخريطه بتاعتها، وهتقعد تعمل سوينجينج بس علشان تتفرج على المدينه من فوق وتنقذ الناس من كل مجرمين الشوارع. لعبه ممتعه جدا. نيجي بقى لاخر ترشيح معانا النهارده، واللي انا سبته للاخر، لان اللعبه دي في ناس ما عندهاش اجهزه كمبيوتر اصلا في البيت، وبسببها بيدخلوا يتفرجوا على فيديوهاتها. حاجه كده بيلعبها الجيمر واللي مش جيمر، الصغير والكبير. وعلى فكره انت عارفها، بس زمان كنت بتقول عليها جاتا، انما دلوقتي لبست بدله وجرافطه وبقى اسمها GTA. وهي اللعبه اللي بتخلي عندك كامل الحريه انك تعمل اي حاجه حرفيا. عربيات ماشي، مطاردات ماشي، سرقه بنوك ماشي، طيارات ماشي، عنف الميه شغال. لا، والامتع ان الجزء السابع بتاعها نازل السنه اللي جايه، واللي فعلا مفيش حد على كوكب الارض مش منتظره. وكده تبقى انتهت معانا افضل 5 ترشيحات، واشوفكم الاسبوع الجاي. على فكره يوم الاحد في مفاجاه حلوه جدا هتعجبكم. مع السلامه. اعمل لايك وسبسكرايب.